أهلا بيكم في بودكاست حكاية التلات. أنا سلمى ودي المحاولة الأكبر لإنهاء أسطورة ونحس يوم التلات. في البودكاست هنا هنتكلم كل تلات جد وهزار عن معظم الستراجلز اللي بتقابلنا في حياتنا، فلو انتوا حاسين ان انتوا مهتمين اتفضلوا معانا برجلكم اليمين. الفقد وخسارة الناس أو الأشياء حاجة صعبة جدا، يمكن تكون من أصعب الحاجات ومن أصعب المشاعر في حياة الإنسان، والإحساس بالحزن والزعل والاكتئاب وغيرهم من المشاعر السلبية شيء طبيعي جدا بعد حدث كبير زي كده. علشان كده خطوة زي الموفينج اون أو التخطي هي خطوة مهمة جدا 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 في رحلة التعافي والتقدم لقدام. أنا سلمى والنهاردة التلات وانتوا بتسمعوا حكاية التلات. الموفينج اون أو التخطي مش بس بيكون بعد انتهاء العلاقات العاطفية، ده بيكون بعد انتهاء العلاقات العاطفية والصداقات أو بعد فقد وخسارة شخص كان قريب لينا وعزيز علينا. كمان التخطي مش لازم يكون بعد ما الطرف الآخر هو اللي نهى العلاقة اللي احنا كنا فيها، لا، الاحتياج للتخطي والموفينج اون ممكن يكون بعد أي علاقة بتنتهي، حتى ولو انت الشخص اللي بادر بخطوة انهاء العلاقة ايا كانت العلاقة دي ايه، صداقة أو علاقة عاطفية. علشان كده احنا النهاردة هنتكلم عن مراحل الموفينج اون مرحلة مرحلة، وكمان هنتكلم عن بعض المفاهيم والتصرفات الخاطئة اللي ليها علاقة بالموفينج اون. مراحل الموفينج اون هم 5 مراحل، وأول مرحلة فيهم هي مرحلة الدينايل أو الإنكار. الإنكار ورفض قبول الوضع الجديد اللي احنا بقينا فيه هو رد فعل طبيعي جدا عقلنا بيلجأ له بشكل اوتوماتيك لما عقلنا بيبدأ يستقبل أخبار وأحداث غير مرغوب فيها، ودي مرحلة واجب ولابد ان هي تحصل، لأنها بتدي لك الفرصة وبتدي لقلبك وعقلك الفرصة ان هم يبدأوا يتأقلموا مع الوضع الجديد. في المرحلة دي عادة بتحس ان الطرف الآخر أو الإنسان اللي انت نهيت معاه العلاقة هيرجع، وبتبقى مستنين هو يرجع، حتى لو انت مش عارف لو الطرف الآخر ده رجع انت هتعمل معاه ايه، هل هترجع وتعيد الريليشن شيب دي من الأول ولا هترفض. بس ده اللي بيكون بيدور في دماغك في الوقت ده. مدة مرحلة الإنكار زيها زي كل مراحل التخطي اللي لسه هنتكلم عليها، ملهاش مدة معينة، والموضوع كله بيتلخص في ان كل مرحلة من مراحل الموفينج اون والموفينج اون كله بشكل عام مدته بتختلف من شخص لشخص وطريقته بتختلف من شخص للتاني، بس في الاخر كلنا بنمر بنفس المراحل حتى لو مكناش مدركين ده وقتها. تاني مرحلة وهي مرحلة الانجر، طبيعي جدا ان يسيطر عليك احساس الغضب من الطرف الاخر، وممكن كمان تبدأ تلومه ان هو السبب في انتهاء العلاقة دي اذا كانت علاقة عاطفية او صداقة، حتى ولو كنت انت او انتي الطرف اللي بادر بان هو ينهي العلاقة دي. ومن اهم النصايح اللي لازم تعمل بيها في مرحلة الغضب هي انك ما تاخدش اي قرار سريع وقتها، لان بنسبة كبيرة هتندم على القرار ده بعدين. ونصيحة شخصية، خلوا اتخاذ القرارات يبعد تماما عن الأوقات اللي المشاعر فيها عندنا بتكون اكستريم، بتكون في أعلى مرحلة ليها، أين كانت المشاعر دي مشاعر حزن أو مشاعر فرح أو عصبية، مشاعر بوزيتيف أو نيجاتيف، لأن في الوقت ده مشاعرنا هي اللي بتكون مسيطرة علينا، مش العقل هو اللي بيكون مسيطر علينا، فبنسبة كبيرة بنندم بعد ما بناخد قرارات في الأوقات دي. في مرحلة الأنجر أو في مرحلة الغضب اللي بيبقى مسيطر علينا هتحتاج ان انت تساعد نفسك انك تطلع غضبك ده في حاجة تفيدك وما تضركش، زي انك مثلا تنزل الجيم او انك ترسم او ان انت تمسك ورقة وقلم وتكتب المشاعر اللي انت حاسس بيها، وده اللي بيسموه الجورنالينج. وعلى فكرة من هنا جت الميمز بتاعت ان الناس بعد البريك ابس او بعد انتهاء العلاقات بينزلوا الجيم عشان يعملوا موفينج اون، لان بيبقى عندهم غضب وطاقة فلازم تطلع في حاجة. المرحلة الثالثة واللي اسمها بارجينينج أو المساومة، من الآخر إعادة إحياء العلاقة من أول وجديد. وانس أن الغضب اللي كان مسيطر عليك بيبدأ ينتهي، بتبدأ تتجه أن انت ترجع العلاقة تاني من أول وجديد.
حتى ولو بمسميات مختلفة وشكل مختلف. يعني لو العلاقة دي كانت علاقة عاطفية، هتلاقي نفسك بتحاول ان انت تخلق علاقة صداقة ما بينك وما بين البارتنر السابق بتاعك، وده اكبر خطأ ممكن تقع فيه، خاصة بعد الانفصال على طول. لان انك تخلي شريكك السابق صديق ليك او صاحب ليك، ده مش هيعمل اي حاجة غير انه هيصعب عليك الموقف، وهيفضل سايب الجرح فريش زي ما بيقولوا. يعني الجرح مش هيلم بسرعة، ومش هيساعدك في انك تعمل موفينج اون، بل بالعكس ده هيشدك لورا تاني. وفي المرحلة دي انت محتاج انك تضغط على نفسك انك تفضل مركز على نفسك وتتأقلم مع الوضع الجديد في عدم وجود الطرف الآخر. المرحلة الرابعة وهي الأشهر على الإطلاق هي مرحلة الدبريشن أو الاكتئاب. طبيعي جدا جدا انك تبقى زعلان وحاسس انك داون، حتى وان كانت العلاقة او الصداقة اللي انت خرجت منها وكنت فيها كانت مؤذية بالنسبة ليك. ولكن الاحساس بالزعل ده بيكون نتيجة التغيير في النمط بتاع حياتك اللي انت كنت متعود عليه. في المرحلة دي بتبدأ تتعايش مع فكرة الوضع الجديد الى حد ما، وممكن كمان في المرحلة دي يبدأ يجيلك أحاسيس وأفكار زي إنك مش هتعرف تدخل في علاقة عاطفية تاني، أو إنك مش هتعرف تكون صداقة بنفس درجة القرب تاني مع أي أشخاص ممكن تقابلهم في حياتك. ولكن لازم تكون واعي إن كل دي مجرد هواجس وأفكار دماغك بتصورها لك، ومفيش منها حاجة حقيقة خالص. وغالبا هيكون عندك إحساس إنك عايز تكون لوحدك، مش قادر تقابل حد، ولكن خليك عارف ان كل الناس اللي حواليك بيحبوك ومهتمين بيك ويهمهم امرك جدا جدا. واسوأ حاجة انت ممكن تعملها لنفسك في الوقت ده هي انك تتجه لعادات اكل غير صحية وتقلل حركتك، وده اللي غصب عننا لو سيبنا الاكتئاب يسيطر علينا ويتحكم فينا هنتجه له. طب ليه ده غلط؟ لان الاكل الغير صحي وقلة الحركة قادرين انهم يتحكموا في مزاجك او في المود بتاعك بشكل كبير. فعلشان كده المختصين بينصحوا بانك تحاول تاكل اكل صحي وتنام كفاية وقت كفاية، وتمارس اي شكل من اشكال الحركة. اذا كنت هتنزل جيم ان شاء الله تنزل تتمشى تشوف الشمس وتشوف النور، واوعى تقطع روتينك بتاع شغلك او روتينك في انك تقابل الناس، لان لو سيبنا نفسنا لدوامة الاكتئاب ده هيطول المرحلة دي معانا وهياخدنا لتحت وننزل. المرحلة الخامسة والأخيرة الأكسبتنس، التقبل. طبيعي تكون لسه شايل مكانة حلوة كده في قلبك للناس اللي انت كنت بتحبهم وخرجوا من حياتك، ومش لازم أبدا عشان نقول ان انت خلاص you're fully moved on او ان انت تخطيت بشكل تام انك تبدأ تكره الناس اللي كانوا في حياتك او الناس اللي انت نهيت علاقتك بيهم. بالعكس ده مش صح خالص. في المرحلة بتاعت الاكسبتنس او في مرحلة التقبل انت هتبدأ تدرك كل حاجة حصلت بالظبط، وهتبدأ تبصلها بنظرة مختلفة. هتبدأ تتقبل فكرة ان الاشخاص اللي كانوا في حياتك ما بقوش موجودين، وهتقبل الموقف زي ما هو كده بالظبط. المرحلة دي بتعرفك على حاجات كتيرة جدا عن نفسك انت ما كنتش تعرفها، وبتساعدك انك تحدد النقاط اللي انت محتاج تشتغل عليها في شخصيتك علشان تكون افضل واحسن في المستقبل. ومش لازم البين او الوجع يكون انتهى تماما، لان التايم هيلز او الوقت بينسي والوقت بيعافي وبيقوي كمان. كل كلامنا اللي فات ده كان عن مراحل الموفينج اون او مراحل التخطي، انما بقى في شوية اخطاء وشوية كوارث ليها علاقة بالموفينج اون، فتعالوا نتكلم عن كام حاجة منهم. اول حاجة وهي بالنسبة لي الاشهر على الاطلاق او اللي اغلبيتنا سمع عنها قبل كده هي الريباوند، ودي اغلبية الناس بتقع فيها، وهي انك تقرر تنسى شخص بشخص جديد. الريباوند ممكن يبقى في العلاقات العاطفية وكمان ممكن يبقى في الصداقات، ونتيجته بتكون سيئة جدا ليك وللشخص الجديد اللي انت حاولت تنسى بيه الشخص القديم. لان طبيعي جدا ان الشخص الجديد اللي انت بتحاول تدخله حياتك مش هيديك نفس اللي انت مستنيه منه، مش هيكون
دوبلير للشخص القديم اللي خرج من حياتك، فانت بتأذيه وبتأذي نفسك. تاني خطأ هو خطأ اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. في كتير من العلاقات بتبقى بتنتهي وبترجع تاني بعد فترة وتنجح، وكتير من الصداقات انتهت ورجعت بعد فترة وكملت وكانت علاقتهم كويسة. بس الفترة اللي بتعدي دي بتكون كافية ان الطرفين يتغيروا ويعقلوا ويعرفوا اخطائهم ويحللوا شخصياتهم بعيدة عن بعض، ويقرروا اذا كانوا عايزين يبدأوا من اول وجديد، لان الشخصيات بتبقى اختلفت مع الوقت. وبصراحة مش ده النورمال ومش ده الطبيعي. فخليك فاكر انك نهيت العلاقة دي لسبب ما، وطالما السبب ده قائم فانت ما ينفعش ترجع. تالت خطأ بقى وهو التلقيح. بصراحة قعدت افكر في كلمة تانية انقى او اعقل شوية توصف الوضع، بس ما لقيتش غير التلقيح. هي كده، ما ينفعش ابدا ان احنا بعد ما ننهي علاقة او صداقة ان احنا نعيش جو هيجيلي موجوع بقى على السوشيال ميديا والاسلوب الغريب ده يا جماعة، لان احنا محتاجين بصراحة نعقل ونتريث كده، عشان احنا ناس كبار وواعيين جدا لتصرفاتنا. فان احنا نقعد نلقح على بعض ده ملوش معنى. ان انا اقعد اوجه رسالات معينة لاشخاص معينة عن طريق السوشيال ميديا ده مش بيساعدني. بالعكس، انا اللي قدامي ممكن يكون بيعمل موفينج اون وبيتخطى ومركز في حياته، وانا عمال مع نفسي بهاتي وبنزل ستوريز وبعمل حركات ولا حد مهتم باللي انا بعمله ده. فانا مش بضر غير نفسي، وده بصراحة مش تصرف ناس عاقلين قوي. رابع حاجة وهي بقى الستوكينج، ان احنا نركز ونبدأ بقى نشوف الشخص ده بيعمل ايه في حياته. طب يا ترى هو كمان عمل موفينج اون؟ طب يا ترى هي كمان عرفت واحدة تانية وبقت صاحبتها اكتر ما هي كانت صاحبتي؟ طب يا ترى ونبدأ نشوف اللي بيحصل في حياة الناس ايه. في جملة كده بيقولوها out of sight out of mind، البعيدة عن العين بعيدة عن القلب وبعيدة عن العقل. فما ينفعش تقنعني ان انت بتعمل موفينج اون او ان انت بتتخطى وانت عمال تستوك الناس دي على السوشيال ميديا وتشوف هم شافوا الستوريز بتاعتك ولا لأ، ولا عرفوا ناس جديدة ولا لأ. فاحنا محتاجين نابلاي القاعدة بتاعت no contact all the way. بنقطع الناس دي من حياتنا، بنقدم off no contact، مش بنبعت لهم مسجات، مش بنكلمهم، مش بنسيبهم على السوشيال ميديا لو احنا فعلا اخدنا قرار الموفينج اون او التخطي. اخر حاجة بالنسبة للناس اللي في حياتها شخص بيموف اون، اذا كنتوا عيلتهم او اصحابهم وعندكوا حد بيموف اون من صداقة، بيموف اون من علاقة انتهت، ياريت نكون سبورت ليهم، نحسسهم ان هم محبوبين، نحسسهم ان هم مرغوب فيهم، ان احنا بنحبهم وان هم كفاية، ان يمكن يكون في حاجات هم محتاجين يغيروها في نفسهم بس هم مش وحشين. لان في الوقت ده الناس غالبا بتكون داون. المفروض نكون صوت العقل ليهم الى حد ما نساعدهمش ان هم ياخدوا قرارات متهورة زي ريباوند او زي ان هم يعملوا ستوكينج او يعملوا اي حاجة من الاخطاء اللي كنا لسه بنتكلم عليها. اهم حاجة ان احنا نوريهم السبورت ده ونقدم لهم الحب بالطريقة اللي هم بيعرفوا يتقبلوا بيها الحب. يعني نشوف اللوف لانجوج بتاعتهم ايه ونعملها لهم. في النهاية بتمنى لكم انكم تبقوا في علاقات وصداقات ناجحة وهادية وتكونوا مستريحين فيها، واتمنى لكم حياة هادية، واشوفكم الثلاث الجاي. حكاية التلات هي بودكاست أسبوعي موجودة على أبل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست وكاست بوكس. تقدروا تتابعونا على انستجرام وتيك توك @حكاية التلات بالإنجليش. نتقابل التلات الجاي.